ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده على ما تبقى من موضوعات القانون المرافعات، وعايزين بقى نفتح المذكره مع بعض كده واحده واحده. همشي معاكم في الفيديو ده ونتكلم بهدوء كده على موضوعات المنهج. طيب هنفتح في صفحه 80 في المذكره. هنتكلم بقى في الاول خالص على حاجه اسمها الطلبات المقابله. طيب الموضوع ده مرتبط بحاجه اسمها الطلب الاصلي والطلب العارض. طيب مراجعه سريعه كده، احنا كنا بنقول في حاجه اسمها الطلبات الاصليه والطلبات العارضه. الطلب الاصلي ده الطلب اللي انا بفتح بيه الدعوه، يعني لما اطلب منك تعويض ده اسمه الطلب الاصلي. ده اللي انا ببدا بيه النزاع بتاعي في صحيفه الدعوه، برفع قضيه عليك واقول لك والله انت خبطت لي العربيه بتاعتي فانا عايز تعويض مقدر بكذا. طيب الطلب العارض ده اللي بيجي اثناء سير النزاع. يعني انت دلوقتي انا بقول لك انت ضربتني، فانا ممكن ارد عليك واقول لك طب ما انت برضو رديت لي الضربه، فانا برضو زي ما انت عايز تعويض انا عايز تعويض. او انت لما خبطت لي العربيه اجي اقول لك والله ما انت برضو خبطت لي العربيه بتاعتي فانا عايز تعويض. يبقى ده اسمه الطلب العارض او الطلب المقابل زي ما نتكلم النهارده. يبقى الطلب العارض عموما ده الطلب الذي يقدم اثناء سير النزاع، اثناء القضيه وهي شغاله. طب انا عايز اعرف ايه هي الطلبات المقابله. الطلب المقابل ده جاي من اسمه كده، حاجه بتقابل حاجه. الطلب المقابل ده لما يجي المدعي يدعي عليا باي شيء انا برد عليه، بقول له انا عايز منك كمان حاجه. يعني انا مش بس بدافع عن نفسي، لا ده انا كمان برد عليك وبقول لك زي ما انت محتاج مني تعويض انا محتاج منك تعويض. يبقى الطلب المقابل ده المدعي عليه ما بيقفش موقف المدافع، لا كمان هو كمان بيهاجم، لا انا اخش واهجم عليك. مثال، في حاجه اسمها مثلا المقاصه القضائيه. يعني ايه المقاصه القضائيه؟ واحد يجي يقول لي والله يا رامي عبد الحليم انت عليك مثلا 100,000 جنيه ايجار عن المكان اللي انت مأجره مني، فانا ارد عليه اقول له لا والله انا دفعته. لو انا قلت له انا دفعته ده اسمه دفاع، انا كده بدافع عن نفسي. لا انا هنا مش عايز ادافع، انا عايز ارد الطلب بطلب، يبقى ده اسمه الطلب المقابل. ممكن اقول له طب ما انت برضو عليك 50,000 جنيه او 100,000 جنيه تمن بضاعة انا كنت بايعها لك، فانت زي ما بتطالبني بالايجار انا بطالبك برضو بالايه بتمن البضاعة اللي عليك. يبقى الطلب المقابل المدعي عليه ما بيقفش موقف المدافع، لا ده بيرد كمان. انت بتطلب مني طلب فانا هرد منك طلب. طيب تعالى بقى ندي امثله كده على الطلبات المقابله ونفتح صفحه 80 مع بعض. في حاجه اسمها طلب المقاصه القضائيه. كلمه المقاصه هيكون في مدعي، لسه قايلها لك مثال من شويه، هيكون في مدعي طالب فلوس، فالمدعي يقول لك طب ما انت برضه عليك نفس الفلوس. دي بتيجي ازاي؟ نفترض مثلا ان انا فاتح سوبر ماركت ومأجر مكان وفاتح فيه سوبر ماركت، فصاحب البيت بينزل كل شهر ياخد مني بضاعه وما بيحاسبنيش. صاحب البيت اللي هو المؤجر بينزل ياخد مني بضاعه وما بيحاسبنيش. فممكن لما يجي يطالبني بالايجار انا ارد عليه واقول له ايه؟ حضرتك عليك بضاعه ومتاخرات زي ما انا عليا ايجار متاخر، فانت عليك برضو ثمن البضاعه اللي انت بتاخدها مني كل شهر. فبعد اذنك عايز اطير ده مع ده. تطير ده مع ده يعني ايه؟ يعني الدين ده ينقضي مع الدين ده يعتبر نوع من انواع المقاصه القضائيه. فدلوقتي لو اترفع عليا قضيه ايجار متاخر انا اقعد ساكت ولا لازم ارد؟ لا لازم ارد. يبقى اقول له بعد اذن حضرتك زي ما انا عليا ايجار متاخر فانت بتاخد مني بضاعه كل شويه من غير ما تحاسبني، ونقف قدام القضاء والقضاء هو اللي يحسم بيننا. طب الطلب المقاصه القضائيه ده هو طلبين في نفس الوقت. انا بطلب من القاضي يثبت لي حق عند الراجل ده لان هو بياخد مني بضاعه من غير ما يدفع فلوسها، وفي نفس الوقت بقول للقاضي بعد ما تثبت حقي طير الدين ده مع الدين ده، او الدين ده ينقضي مع الدين ده. زي ما انا ليا فلوس وهو ليه فلوس الدين ده يروح مع الدين ده. فده اول نوع من انواع الطلبات المقابله، انك تقول يا جماعه في حاجه اسمها المقاصه القضائيه، زي ما انا عليا فلوس فانا ليا فلوس. طيب وعندك بقى امثله. في نقطة مهمة جدا. طب نفترض لو القاضي جه يتأكد من كلامي ويشوف أنا فعلا بيع له بضاعة ولا لأ. لو لقينا مثلا القاضي شايف إن فعلا أنا بعت له بضاعة بس كنت اتفقت أنا وهو إن هو مش هيسدد البضاعة غير بعد مثلا سنة، وانا عليا ايجار دلوقتي، لا القاضي يقول لحضرتك الدين بتاعك يا رامي عبد الحليم المفروض دلوقتي المؤجر ما يدفعوش دلوقتي، هيدفعه بعد سنه، فانت ادفع الايجار اللي متاخر عليك لغايه اما يجي الوقت اللي هيدفع فيه المؤجر ثمن البضاعه بتاعتك.
فلازم اتاكد كده ان الدين بتاعي والدين بتاعه حال الاداء. يعني ايه حال الاداء؟ يعني المفروض كل واحد فينا يدفع للتاني الفلوس. لكن لو في دين مؤجل لبعدين ما ينفعش اطالب بيها انا بيه دلوقتي، ما انا اتفقت معاه ان الفلوس اللي عليه هياخدها هيديهاني بعد سنه او اتنين او تلاته. ساعتها ما ينفعش انا اقول له لا انا عايز بقى فلوسي دلوقتي. يبقى لازم عشان المقاصه القضائيه تكون مظبوطه، نفس الوقت اللي حد يطالبني بيه فلوس انا ينفع اطالبه بيها في الفلوس. لكن انا لو ليا فلوس ممكن اطالب بيها بعدين، اطالب بيها بعدين. يبقى ادي للناس حقها دلوقتي، وبعدين ابقى ارجع ادي اطالب بحق انا بقى. طيب، ايه برضو من ضمن الطلبات المقابله؟ مكتوب عند حضرتك كده في صفحه 80: اي طلب ممكن تطلبه من المحكمه يترتب عليه ان المحكمه ما تحكمش للطرف الثاني. اديني مثال. دلوقتي حد جاي يقول لي ايه، بعد اذنك انا عايز ننفذ العقد اللي بيننا وبين بعض. فانا اقوم اردد عليه رد واقول له لا انا عايز افسخ العقد اللي بيني وبينك، انا ما عدتش عايز اتعامل معاك. يعني مثلا لو في واحد انا متفق معاه ان هو بيجيب لي اكل يوميا، مطعم بيجيب لي اكل يوميا، فهو مثلا بيجيب لي النهارده وبكره وبعده، فممكن يجي في مره كده اقول له لا خلاص انا ما عدتش عايز اكمل معاك، ده بيني وبينه بالود كده. فرفع عليا قضيه وقال لي لا انا عايز الزم رامي عبد الحليم بالاستمرار في تنفيذ العقد. ساعتها انا ممكن ارد عليه واقول له ايه، لا انا عايز افسخ العقد لان اكلك وحش. يبقى الطلب اللي انا طلبته ده اسمه طلب مقابل، اديتها له في وشه كده. هو بيطالبني بحاجه، انا بطلب من القاضي ان هو لا انا مش عايز انفذ العقد اللي بيني وبينك. فده الطلب المقابل التاني. يبقى اي طلب بيترتب عليه عدم ان اجابه او عدم سماع المحكمه لطلب المدعي، ده يعتبر طلب عارض مقابل. طيب، حاجة تانية برضو من ضمن الطلبات المقابلة، لو حد خبطني بالعربية ورفع عليا قضية تعويض، فأنا برضو في نفس القضية أقوم قايل له إيه، طب ما أنت برضو خبطت العربية بتاعتي، فأنت زي ما أنت عايز تعويض مني فأنا عايز منك تعويض. يبقى القاضي هنا هيبحث بقى يشوف مين فينا اللي غلطان ومين هيدفع التعويض لمين. طيب، أي طلب متصل بالطلب الأصلي. مثال، يعني دلوقتي لو في واحد جاي يقول لي يا رامي عبد الحليم اطلع بره الارض دي بتاعتي، انا ممكن ارد عليه واقول له ايه، لا الارض دي كمان بتاعتي وانا عايز اروح للمحكمه واكد الكلام اللي انا عايز اقوله. يبقى هو بيدعي بحاجه انا بدعي بنفس الحاجه. يبقى ده طلب ايه؟ طلب مقابل، لان ده بيترتب عليه ان الارض يا هتبقى بتاعته يا هتبقى بتاعتي. ايه كمان من ضمن الطلبات المقابله؟ طلب تعويض عن الدعوه الكيديه. يعني ايه طلب تعويض عن الدعوه الكيديه؟ حد رفع عليا قضيه وبيقول لي انت شتمتني فانا عايز تعويض، احنا بنتكلم عن القضاء المدني، عايز تعويض، فانا ارد عليه واقول له لا انا ما شتمتكش، وبعد اذنك بقى يا سياده القاضي انا بطلب تعويض لان الدعوه دي دعوه كيديه. يبقى انا سكت كده، يعني انا قلت له، انا قلت للقاضي انا ما شتمتوش، يبقى ده دفاع عادي. لكن انا بطلب بقى كمان ايه، تعويض، لا يا باشا انا عايز تعويض لان الدعوه دي دعوه كيديه والراجل ده بيتبلى عليا، يبقى ده طلب مقابل. طيب، ايه كمان؟ عند حضرتك برضو ما تأذن المحكمة من تقديمه من طلبات. هنا بقى طبعا فتحها لك، بيقول لك أي محكمة ممكن تطلب منها أي طلب عشان المدعي ما يتحكملوش في الطلب بتاعه. طيب، تعال نخش على النظام القانوني للطلبات العارضة، مهم للغاية. يعني بالبلدي كده، إيه الوقت اللي أنا أقدم فيه الطلب المقابل بتاعي أو الطلب العارض ده؟ إيه الوقت اللي أنا أروح للمحكمة أقول لا زي ما المدعي ليه طلبات أنا ليا طلب؟ طيب، بداية كده هنعرف إيه الإجراءات. ركز بقى في الاجراءات قوي قوي قوي. عندك دلوقتي 3 طرق عشان تطلب من القاضي اي طلب. اول حاجه، يا تطلبه شفوي، يعني حد بيرفع عليك قضيه تعويض يقول لك انت شتمتني، فانا ارد عليه واقول له لا انا عايز منك انت بقى تعويض عشان الدعوه دي دعوه كيديه. ده انا قلته ازاي؟ قلته شفوي قدام القاضي. دي طريقه عادي سهله وبسيطه مفيش فيها مشكله، فالقاضي زي ما بيسمعك زي ما بيسمعه. في طريقة تانية انك ترفع، وركز قوي في الطريقة دي، ترفع الطلب المقابل بتاعك او ترفع الطلب العارض بتاعك عن طريق، تبعد بقى عن الدعوة اللي شغالة وتروح ترفع قضية مستقلة عن طريق اجراءات معتادة لرفع الدعوة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي حد رفع عليه قضية ضرب، يقول لان انا ضربته او انا شتمته عايز تعويض قدام القضاء المدني بقى. فانا اروح بقى قدام القضاء المدني برضه ارفع تعويض عن دعوه كيديه بس باجراءات معتاده. مش عايز يكون الايه، مش عايز اروح للقاضي اطلب منه الطلب العارض ده. هل ده جائز؟ جائز عادي جدا مفيش فيها مشكله. يبقى دلوقتي قلنا طريقتين، يا اما تقوله في الجلسه شفوي ولازم يكون الخصم واقف عشان يسمع طلباتك، يا اما تقدمه باجراءات معتاده بعيد عن القضيه. يبقى انت كده اكنك كده عملت قضيتين، واحد بيدعي عليك ادعاء فانت بتدعي عليه ادعاء تاني. او ممكن تقدم مذكره، يعني مذكره عادي وانت واقف قدام القاضي بتعمل كده ورقه وبتكتبها على الكمبيوتر وتقول انا طلباتي 1 2 3، والمذكره دي بتقدمها للقاضي فالقاضي بيقدمها للخصم عشان يطلع عليها. ده مبدا اسمه مبدا الاطلاع يعني.
ولو الخصم مش موجود بنأجل القضيه لغايه اما نشوف طلبك ده لازم هو يعرف. يبقى 3 طرق نعيدهم مع بعض بقى. يبقى كيف يتم تقديم طلباتك قدام القضاء؟ شفوي، دي سهله. يا اما اجراءات معتاده لرفع الدعوه، بتروح ترفع قضيه بعيد عن القضيه شغاله، يا اما عن طريق مذكره. وفي كل الحالات لازم المدعي يكون عارف طلباتك اللي بتكون مقابله او عارضه لطلبه. طيب، مين المحكمة المختصة بالطلب العارض؟ ايه السؤال ده اصلا؟ ما هو طبيعي جدا، مش احنا بنتخانق قدام المحكمة؟ يبقى المحكمة طول ما هي مختصة بالطلبات الأصلية تختص بالطلب العارض، ايه المشكلة؟ يعني احنا دلوقتي واقفين قدام المحكمة الابتدائية، تعال نبدأ مع بعض المحكمة الابتدائية. أنا عندي كام محكمة جزئية ابتدائية استئناف نقض. تعال نبدأ المحكمة الابتدائية. رحنا المحكمة الابتدائية، هو بيطالبني بتعويض قيمته 100000 جنيه، فأنا طالبه كمان بتعويض 100000 جنيه. طلب ايه؟ طلب مقابل، زي ما أنت بتطالبني بتعويض أنا بطالبك بتعويض، ايه المشكلة؟ طب حلو. يبقى ركز بقى الله يرضى عليك كده. طول ما المحكمة الابتدائية هي اللي بتبص النزاع، فأي طلب عارض بيخش عندها. ده سؤال مهم جدا 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 جدا. حتى لو كان الطلب العارض ده بيخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. يا نهار أبيض، يعني إيه؟ يعني دلوقتي راح قدام المحكمة الابتدائية وبنتخانق على ملكية أرض، فدلوقتي اللي قدامي او انا قلت لا انا عايز اقسم المال الشائع. يعني ايه قسمه مال شائع؟ يعني في ارض ما نعرفش كل واحد فينا بيملك انهي جزء، انا القسم اليمين ولا الشمال ولا انهي جزء. ده اسمه قسمه المال الشائع. قسمه المال الشائع المفروض يروح المحكمه الجزئيه. طب انا قلت ده كطلب عارض قدام المحكمه الابتدائيه، تظل المحكمه الابتدائيه مختصه بالطلب العارض. يبقى في سؤال كده ركز الله يرضى عليك فيه قوي قوي قوي. لو انا رايح قدام المحكمه الابتدائيه وكانت المحكمه الابتدائيه مختصه بالطلب الاصلي اللي هو تعويض، مثلا في واحد بيطالبني بتعويض ان انا بعتدي على الارض بتاعته، فانا بطلب بقى ايه كطلب مقابل؟ بقول للقاضي طب بعد اذنك عايزك تقسم الارض بقى عشان انا شايف ان انا ما اعتديتش عليه. قسمه المال الشائع المفروض تخش الجزئيه، بس قال لك لا، طول ما دلوقتي في طلب عارض تابع للطلب الاصلي قدام المحكمه الابتدائيه، تظل المحكمه الابتدائيه مختصه بنظر النزاع. ده مهم جدا جدا جدا، بس في شروط. لازم تبقى المحكمه الابتدائيه مختصه اصلا بالطلب الاصلي. طول ما هي مختصه بالطلب الاصلي تختص بالطلب العارض. يعني انا دلوقتي لو رايح قدام المحكمه الابتدائيه اطلب تعويض قيمته 50000 جنيه، لا المحكمه الابتدائيه هتطلب ايه؟ هتطلب هتقول كده حكمت المحكمه وعدم الاختصاص القيمي وتخش عند المحكمه الجزئيه. انا مالي؟ انا بختص اللي فوق ال 200000 جنيه. ده طبعا وفقا لاخر تعديل في سنه 2025، عشان الفيديو ده ممكن بعدين المعلومات اللي فيه تتغير ولا حاجه. فانت عندك دلوقتي طول ما الدعوه اقل من 200000 جنيه تخش محكمات جزئيه. فانت ما ينفعش بقى المحكمه الابتدائيه تنظر طلب عارض الا لو كانت مختصه بالطلب الاصلي. امتى تكون مختصه بالطلب الاصلي؟ اذا كان قيمه النزاع فوق ال 200000 جنيه. طيب، فعندك الشروط اهو. الشرط الاول في صفحه 82 لازم تكون المحكمه الابتدائيه مختصه بالطلب الاصلي. طول ما انت مختص بالطلب الاصلي اهلا وسهلا بكل الطلبات العارضه. وباكد اهو، حتى لو الطلب العارض اختصاصه القيمي اقل من 200000 جنيه او اختصاصه النوعي بيخش الجزئيه، طول ما هو اتقال قدام المحكمه الابتدائيه تفضل المحكمه الابتدائيه مختصه بالطلب العارض والطلب الاصلي. يبقى عندك طلب اصلي وطلب عارض تابع للطلب الاصلي تخش المحكمه الابتدائيه. طيب، من ضمن الشروط عشان المحكمه الابتدائيه تفضل مختصه بالطلب العارض، لازم برضو، وده شرط منطقي، ما تبقاش منازعه اداريه مثلا. يعني دلوقتي احنا رايحين قدام القضاء المدني نقول في منازعه اداريه، لا ساعتها القاضي ما فيش حاجه اسمها كده. القاضي لازم يقول لك انا غير مختص بالطلب العارض وروحوا المحاكم الاداريه. انا مالي ومال المنازعات الاداريه. وبرضو في منازعات زي منازعات التنفيذ، هنتكلم عليها في الفرقه الرابعه ان شاء الله. ايه منازعات التنفيذ؟ يعني دلوقتي طالب تعويض 100000 جنيه من واحد، فهو رد عليه وقال لي لا انا دفعته لك وانا بعترض على التنفيذ. منازعه التنفيذ بتخش اصلا في قاضي اسمه قاضي التنفيذ. فباكد بقى، ركز بقى الله يرضى عليك كده، لو في طلب عارض مختص بمنازعه التنفيذ المحكمه الابتدائيه بتقول ماليش دعوه. لو الطلب العارض منازعه اداريه هنقول ماليش دعوه. ليه؟ لان منازعات التنفيذ عامل لها قاضي مستقل اسمه قاضي التنفيذ. منازعات الاداريه عامل لها قضاء اداري ماليش علاقه بقى بيها. يبقى المحكمه الابتدائيه هتختص بالطلب الاصلي والعارض طول ما هي داخله في الاختصاص. الطلب الاصلي هي مختصه بيه والطلب العارض هتفضل مختصه بيه، الا لو كان الطلب العارض منازع التنفيذ وباكد عليها اهو، او كان من اختصاص المحاكم الاداريه. طيب، آه، طب تعال نروح المحكمه الجزئيه. المحكمه الجزئيه هي ادنى درجات التقاضي، يعني هي واقعه في سلم الهرم كده القضائي بتاعي.
المفروض لو في منازعه قدام محكمه الجزئيه، فهي في الغالب بتكون اقل من 200,000 جنيه. ده الاختصاص القيمي. طب انا دلوقتي ركز بقى، طلبت طلب عارض، والطلب العارض ده قيمته اكتر من 200,000 جنيه. تاني بقى، يعني نفترض في حاجه اسمها دعوى قسمه المال الشائع. لو انا طلبتها كطلب اصلي راح قدام المحكمه كده اطلب: يا جماعه انا عايز اقسم الارض دي انا بيني وبين الورثه. يبقى الطلب الاصلي هنا يخش في الاساس كمحكمه جزئيه. حلو. وانا في النص في حد ادعى عليا بيقول لي: لا، قسمه مال شائع ايه يا حبيبي؟ الارض دي مش بتاعتك اصلا، وانت مش وريث معانا، فامشي اطلع بره كده. ده نزاع ملكيه. ساعتها نزاع الملكيه هنا لو قيمه الارض اكتر من 200,000 جنيه، كده القاضي الجزئي هيعمل ايه؟ ركز بقى كده. لو الاتنين مرتبطين، الطلبين مرتبطين ببعض، اللي هي الملكيه والتقسيم، وهنا مرتبطين، هيقوم قايل كده اهو: الطلبين دول يروحوا للمحكمه الابتدائيه. يبقى المحكمة الجزئية، ركز بقى كده، لازم عشان تختص بالطلب العارض تكون مختصة بيه نوعيا وقيميا. لو الطلب العارض في المحكمة الجزئية أعلى من 200,000 جنيه، ابعتيه على طول على المحكمة الابتدائية. طب ابعته على لوحده على المحكمة الابتدائية؟ والله لو في الاتنين مرتبطين ببعض، الأصلي والاحتياطي أو الأصلي والعارض مرتبطين ببعض، ابعتهم هما الاتنين على المحكمة الابتدائية. قادرة تفصلي وتحكمي ده لوحده والطلب العرضي يروح قدام المحكمة الابتدائية لوحده، براحتك، مفيش فيها مشكلة. يبقى تاني عشان المعلومتين دول مهمين. يبقى انت عندك حضرتك دلوقتي لو قدام المحكمة الابتدائية، قولا واحدا المحكمة الابتدائية تختص بالطلب الأصلي والطلب العارض قولا واحدا، مهما يكون قيمة الطلب العارض، إلا طبعا لو داخل في منازعة تنفيذ أو منازعة إدارية. خلصت. تكتب ورايا الكلام ده. طيب المحكمة الجزئية تختص بالطلب الأصلي والطلب العارض إمتى؟ لما يكون الطلب العارض داخل في اختصاصها النوعي والقيمي، أقل من 200,000 جنيه أو حسب النوعي. خرج بره اختصاصها النوعي والقيمي، ببعته لا إما لوحده وإما ببعت الطلبين المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية أعلى من المحكمة الجزئية. تلاقي الكلام ده عندك في صفحة 83 فوق. طب اقدم امتى الطلب العارض؟ سهله وبسيطه، بقدمه قبل قفل باب المرافعه. وهنتكلم على باب المرافعه ازاي بيتقفل وليه بيتقفل، وبعد ما بيتقفل بنعمل ايه. فانا دلوقتي عندي بتقدم طلباتك انت. اي طلب اصلا ما ينفعش تقدم قبل قفل باب المرافعه، حتى طلبات الرد اللي اتكلمنا عليها قبل كده وطلبات المخاصمه، اي طلب حضرتك عايز تطلبه بتطلبه قبل قفل باب المرافعه. قدمته بعد قفل باب المرافعه، المحكمه مش هتنظر ليه وهتعمل نفسها مش موجوده وهتعمل نفسها من بينها، لان انت دلوقتي انا قفلت باب المرافعه، فما ينفعش حد يترافع ولا حد يقدم طلب. عايز بقى تقدم طلب بعد قفل باب المرافعه، لازم تقدم طلب الاول للمحكمه بفتح باب المرافعه، عشان ليك طلبات وهي فتحته ما فتحتوش خلاص مش هتسمع لكلامك. طيب كيفيه الفصل في الطلبات العارضه. المحكمه بقى ازاي تفصل في الطلب العارض؟ سهله، مفيش فيها مشكله. اول حاجه عند حضرتك عندك كذا طريقه، عندك 3 طرق المحكمه بتفصل في الطلب العارض. انا دلوقتي عندي طلبين: طلب اصلي وطلب عارض. الطلب الاصلي واحد رفع قضيه تعويض عايز 100,000 جنيه، فالتاني رد عليه وقال له: لا، ما انت برضه عايز تعويض عن كسر العربيه 100,000 جنيه. يبقى انا عندي دلوقتي طلبين. قال لك: بص يا سيدي، اول طريقه من صفحه 83 الفصل في الطلب العارض مع الطلب الاصلي. كده انت هتدخل الاثنين في بعض، خاصه لو الاثنين بيتخانقوا مثلا على قطعه ارض، واحد بيقول لك الارض دي بتاعتي والتاني بيقول لي الارض دي بتاعتي، هعمل ايه؟ ما لازم الاثنين يتفصلوا في نفس الوقت. او ما قايل خلاص انت مالكش الارض وفلان ليه الارض، شكرا، واقفل على كده. يبقى انت كده جمعت الاثنين مع بعض. رقم 2 الفصل في الطلب العارض بعد الفصل في الطلب الاصلي. ايه؟ تفصل في الطلب العارض الاول. مش انت المفروض الطلب الاصلي ده، ما انت لسه قايل لي من شويه، بفتح بيه صحيفه النزاع؟ طب انت حضرتك دلوقتي ازاي تحكم في الطلب العارض وتسيب الطلب الاصلي؟ قال لك: بص يا سيدي، نتخيل كده مع بعض ان واحد رفع عليا قضيه بيقول لي: ادفع يا رامي عبد الحليم الايجار المتاخر عليك. فانا بقول له: انا مفيش بيني وبينك عقد اصلا، انا مفيش بيني وبينك عقد. يبقى القاضي ينظر ايه؟ ينظر الايجار المتاخر ولا ينظر الاول يشوف في عقد ولا لا؟ لازم ينظر الاول في عقد ولا لا. يبقى انت الاحسن في الحاله دي المحكمه بتطلب الاول كده ان هي تطلب هتفصل في الطلب العارض وتأجل الفحص او تقدم الفصل في الطلب الاصلي، لان الطلب العارض ده هو الاساس. لو انا اتاكدت ان مفيش عقد او العقد مزور، يبقى بالتالي هرفض الايجار المتاخر. طيب ده اللي هو الفصل قبل الايه الطلب الاصلي. طيب وممكن اعمل العكس، اقول افصل في الاصلي الاول وده الطبيعي، بعد كده افصل في العارض. ده امتى؟
لما يكون الطلب الاصلي والطلب العارض ما لهمش علاقه ببعض ومنفصلين عن بعض، وينفع ده يتقال لوحده وده يتقال لوحده، يبقى خلاص لو الطلب الاصلي جاهز احكم فيه وسيب الطلب العارض. يبقى عندك ثلاث طرق بقى، ركز. يا اما تفصل في الاتنين مع بعض، يا اما واحد يسبق التاني. مين اللي يسبق التاني؟ الاصل. مين اللي يسبق التاني؟ الطلب الاصلي احكم فيه، وبعد كده اجل نظر النزاع في الطلب العارض. ده رقم اتنين. ممكن تحكم في الطلب العارض قبل الطلب الاصلي. زي ايه؟ زي قلت لك اهو، قلت لك العقد مزور، فانت لازم الاول تشوف العقد او تحكم في الطلب العارض، بعد كده تروح للطلب الاصلي. طيب، هل الطلب الاصلي والعارض الاثنين، يعني افرض دلوقتي الطلب الاصلي حصل فيه مشكله، يعني بقى باطل او حد تنازل عنه، يعني حد بيرفع عليه قضيه فهو تنازل عنه وانا كنت طلب عارض، هل في حاله التنازل عن الطلب الاصلي بيتنازل عن الطلب العارض، او في حاله بطلان الطلب الاصلي لاي سبب من الاسباب هل الطلب العارض بيسقط برضه؟ يعني خلاص كده ما عادش ليها لازمه، ولا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ قال لك بص، الموضوع بيختلف على حسب. لو انت كنت قايل الطلب العارض شفوي او مقدم مذكره في الجلسه، كده الطلب الاصلي سقط، كل الدعوه بتسقط. ليه؟ لان الاساس هو الطلب الاصلي. وانت طلبت الطلب العارض ازاي؟ شفوي في الجلسه، يا اما قدمت مذكره في الجلسه، كده الدعوه كلها تنقضي. يبقى الطلب الاصلي بطل، كل الطلبات العارضه هتبطل. الطلب الاصلي تم الحكم فيه ان الخصومه كان لم تكن، وهنتكلم يعني ايه كان لم تكن بعد ما اتشطبت والكلام ده كله. كده على طول الطلبات العارضه وكل الدعوه خلاص بتنقضي. ليه؟ لانك قدمت الطلب العارض مع الطلب الاصلي، او في الجلسه شفوي او قدمت مذكره. لكن لو انت قدمت الطلب العارض مستقل عن الطلب الاصلي، الطلب الاصلي هنا لو بطل او انتهى او حصل له اي مشكله بفضل مكمل في الطلب العارض. يبقى انت هنا بيقول لك بقى، لو جه سأل سؤال هل الطلب العارض مستقل عن الطلب الاصلي، قول له بقى عندي كذا حاله. في الحاله الاولى لو الطلب العارض متقدم لوحده بشكل مستقل في صحيفه الدعوه الواحده، الطلب الاصلي ملوش علاقه بالطلب العارض. يبقى الطلب الاصلي وقع، زال، بطل، كأن لم يكن، ماليش علاقه، بفضل مكمل في الطلب العارض وهعتبره طلب اصلي. لكن الطلب العارض اتقدم شفوي او اتقدم في مذكره قدام القاضي، يبقى انت كده بالنسبه لي الطلب الاصلي انتهى، يبقى الطلب العارض انتهى. طيب، ايه موضوع الدفوع ده بقى؟ الدفوع مش الطلبات. الدفوع ده اللي هو يجي يقول لك الدفاع يتفضل، الدفاع بيقدم دفوع. طب مين اللي بيقدم الدفوع؟ ويعني ايه الدفوع اصلا؟ عندك نوع من انواع الدفوع قدام القاضي عشان تدافع عن نفسك. في الاصل ان الدفوع دي بتكون قدام المحكمه عشان يعني يعني تقول فيها اي حاجه. في حاجه اسمها دفع موضوعي ودفع اجرائي، نوعين من انواع الدفوع. يعني انت بتقول قدام القاضي في حاجه اسمها دفع موضوعي ودفع اجرائي. طيب، الاول مين اللي بيقول الدفوع؟ اي حد بيقول الدفوع. يعني مدعي ممكن يقول دفوع ازاي؟ يعني هو اللي رفع قضيه ويدافع عن نفسه، عادي، ايه المشكله؟ ده في حاله ترده على الطلب العارض. يعني واحد رفع عليا قضيه بيقول لي هات تعويض يا رامي عبد الحليم، قلت له انت اللي عليك تعويض، يبقى هو بيدافع عن نفسه. فالدفوع هنا ممكن تتقدم من المدعي او من المدعي عليه، ممكن تقدم من متدخل. واحنا عارفين ان في نوعين من انواع التدخل، في تدخل انضمامي وتدخل هجومي، واتكلمنا عليه قبل كده وهنشرحه برضه وراجع عليه سريعا يعني. المهم، الدفوع تتقدم من اي حد طول ما هو في الدعوه، سواء مدعي او مدعي عليه او متدخل هجومي او انضمامي. طيب، ايه نوع الدفوع؟ مهم قوي بقى. في دفوع موضوعيه ودفوع اجرائيه. موضوعيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتدافع عن نفسك في الموضوع مش في الاجراء. يعني مثلا لو رحت قدام القاضي وقلت يا جماعه العقد ده باطل، في حد رفع عليه قضيه فانا بقول العقد ده باطل عشان العقد ده مزور، يبقى انت كده اتكلمت في موضوع النزاع. يبقى الدفع الموضوعي انت بتقول للقاضي موضوع النزاع ده غلط، في مشكله، ان العقد باطل مثلا، طيب، او العقد عايز افسخه. طب الدفع الاجرائي لا، العكس بقى. الدفوع الاجرائيه انت مالكش علاقه بالموضوع ده، انت بتتكلم حوالين الموضوع من بره كده، زي اكن القاضي يقول له انا عايز بعد اذنك يا سياده القاضي انت مش مختص بنظر النزاع. زي مثلا لو حد رفع عليا قضيه تعويض ب 100,000 جنيه قدام المحكمه الابتدائيه، طب ليه؟ او رفع عليا قضيه تعويض 50,000 جنيه قدام المحكمه، مثلا 250,000 جنيه او 300,000 جنيه قدام الجزئيه، فانا بروح للقاضي بقى اقول له التعويض غلط ولا بقول له انت مش مختص؟ الاول بقول له انت مش مختص. يبقى في فرق بين الدفوع الموضوعيه والدفوع الموضوعيه. الدفوع الموضوعيه والاجرائيه. الاجرائيه ما بتتكلمش في الموضوع، بتشوف حوالين الموضوع الاول شكله مظبوط ولا مش مظبوط. لقيت شكله مظبوط و100 فل 14 بتخش في الموضوع.
يبقى خلينا نتكلم في الدفاع الموضوعي. الدفاع الموضوعي ده بتتكلم في موضوع النزاع، زي ما حضرتك بتقول ان الدعوه الحق متقادم. تقادم يعني ايه؟ والله انا فعلا كان عليا فلوس، بس انا خلاص عدى عليها وقت، عدى عليها 5 سنين 10 سنين، فانا بدفع للقاضي اقول له بعد اذنك انا فعلا كان عليا فلوس، بس الراجل ده ما طالبش بيها مده كبيره، او العقد ده باطل، حاجات كتير. مهم اي دفع متعلق في الموضوع يبقى اسمه دفع موضوعي. طب انا ليه بعرفه؟ او ما انت كده كده قدام القاضي بتدافع عن نفسك؟ لا، لان الدفاع الموضوعيه بتتقدم بطريقه قدام المحكمه، والدفاع الاجرائيه بتتقدم بطريقه تانية قدام المحكمه. عند حضرتك المعنى عايز اعرف القاضي، هل القاضي في بعض الحالات ممكن هو يدافع عنك؟ ازاي؟ مش القاضي بيسمعني وبيسمع؟ يعني ايه يدافع عنك؟ يعني في حاجه اسمها اثاره الدفع عن طريق القضاء. يعني القاضي بنفسه هو اللي شايف ان في مشكله في القضيه فيقولها من تلقاء نفسه. قال لك ده لما يكون في مشكله قدام القاضي متعلقه بالنظام العام. يعني متعلقه بالنظام العام يعني في عقد غير مشروع، يعني القاضي تاكد فعلا العقد ده باطل بطلان مطلقا، يعني تاكد ان في مشكله في مشروعيه المحل. يعني مثلا واحد رفع قضيه تعويض عن حد عن قضيه تجاره مخدرات. يعني انت بتقول خد المخدرات وما دفعش فلوسها، انت ايه اللي انت بتقوله قدام القاضي ده؟ القاضي من تلقاء نفسه هيثير الدفع ده، لان الدفع ده متعلق بمشروعيه العقد. ساعتها القاضي من تلقاء نفسه هو اللي يقول لك حكمت المحكمه بانقضاء الدعوه، لان الدفع ده متعلق بالنظام العام. يبقى القاضي هنا من نفسه هو اللي اثاره. لكن لو في دفوع غير متعلقه بالنظام العام القاضي ما ينفعش يتكلم، انت لازم تقولها. زي مثلا لو انا اقل من 21 سنه ورحت عملت عقد، انا اقل من 21 سنه ورحت عملت عقد، العقد ده باطل بطلان نسبي. ساعتها لو حد يرفع عليا قضيه يقول لي نفذ العقد، القاضي ما ينفعش من تلقاء نفسه يقول ايه يا عم انت راح ترفع قضيه على واحد اقل من 21 سنه. القاضي ما ينفعش يقول كده. ليه؟ لان ده متخصص بيا انا المفروض اقول ان انا اقل من 21 سنه وعايز ابطل العقد. يبقى انت دلوقتي هل القاضي يجوز له ان يثير الدفع الموضوعي؟ هو اللي يقوله من تلقاء نفسه. قال لك على حسب، لو دفع متعلق بالنظام العام يقوله، غير متعلق بالنظام العام ما ينفعش يقوله. طيب عايز اعرف اقول امتى الدفاع الموضوعيه، يعني امتى اروح للقاضي اقول العقد ده باطل، او اقول ان انا دفعت الفلوس اللي عليا؟ ما كل ده في الموضوع. يعني واحد جاي يرفع عليا قضيه يقول لي ايه ادفع الايجار اللي عليك، فانا بقول له انا دفعت الايجار اللي عليا، يبقى انا كده بدافع عن نفسي اهو، انا دفعت، يبقى بانقضاء الدين. الدفاع الموضوعيه دي اقولها امتى؟ ملهاش وقت، قولها قدام اي محكمه، قدام محكمه اول درجه، قدام محكمه تاني درجه، مهمه جدا، غير الدفاع الاجرائيه، ركز الله يرضى عليك. يبقى الدفع الموضوعي ده قوله قدام اي محكمه، سواء محكمه اول درجه او تاني درجه، لكن ما تقولوش قدام محكمه النقض، لان محكمه النقض يفترض وفقا للتعديل السابق، هو هنا مش معدله، هي محكمه ايه؟ محكمه قانون وليست محكمه واقع. دلوقتي بقت محكمه قانون واقع. يبقى الدفاع الموضوعيه تتقال امتى وما تتقالش امتى؟ يعني ايه الدفاع الموضوعيه؟ روح قول للقاضي انا دفعت الفلوس اللي عليا. تقول كده امتى؟ ما قلتوش في اول درجه عادي، عايز تقوله في تاني درجه قدام محكمه استئناف برضه عادي، لكن ما تقولوش قدام محكمه النقض. يبقى الدفاع الموضوعيه كيف يتم اثارتها؟ يتم اثارتها او تقولها امتى؟ قدام اي محكمه جزئيه ابتدائيه واستئناف. تروح قدام محكمه النقض لا، يبقى انت كده بتقول حاجه جديده، يبقى كنت تقولها الاول قدام محكمه الاستئناف. طيب هل المحكمة بعد ما تحكم في الدفع الموضوعي ينفع تعيد النظر فيه تاني؟ ده عنوان عندك في صفحة 85، مدى استنفاذ المحكمة لولايتها في الحكم في الايه؟ في الدفع. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي رحت للمحكمة وبدافع عن نفسي دفع موضوعي، قلت ايه قدام المحكمة؟ بقول للمحكمة العقد ده باطل، انا اللي دفعت عن نفسي اهو. فالمحكمة قالت لي لا العقد صحيح وحكمت عليا. هل يجوز ليا بقى ان انا اسيب المحكمة دي واروح لمحكمة تانية ادفع نفس الدفع الموضوعي؟ لا يجوز. طب اروح لذات المحكمه ادفع نفس الدفع الموضوعي؟ برضه لا يجوز. يبقى المحكمه بمجرد اما بتتكلم، وركز الله يرضى عليك بقى، اما بتتكلم في موضوع النزاع بتستنفذ ولايتها. يعني ما ينفعش تنظر النزاع مره تانية، ما ينفعش تنظر النزاع مره تانية، الموضوع منتهي. طب اعمل ايه انا ساعتها؟ يا باشا اروح لمحكمه النقض. لو القضيه ما عجبتك او الحكم ما عجبكش اللي طلع المحكمه الجزئيه او الابتدائيه، استأنف او اطعن بالنقض. لكن ما ينفعش قدام نفس المحكمه تدفع الدفع تاني. يبقى تستنفذ المحكمه ولايتها في الدفع الموضوعي بمجرد ما تقول وجهه نظرها فيه. هي شايفه انك فعلا عليك فلوس او ان العقد صحيح، يبقى ما ينفعش تتكلم في الموضوع ده تاني، قول بقى دفع تاني، قول اي دفاع تاني. لكن طول ما انا حكمت في الموضوع ما تتكلمش معايا تاني بقى، حتى لو كلامي غلط. يعني كمحكمه حتى لو كلامي غلط اطعن عليا، ده الطريق العادي. طيب
ماشي، لا تعيدوا نفس الكلام قدامنا. ماشي. وقت الفصل في الدفع الموضوعي، افصل امتى في الدفع الموضوعي؟ مفيش فيها كلام. هفصل في الدفع الموضوعي امتى؟ عكس الدفع الاجرائي بقى. الدفع الاجرائي ده في الغالب بيكون قبل الموضوعي. يبقى الدفع الموضوعي ده انت بتقول للقاضي العقد مفسوخ او العقد باطل، فطبيعي جدا لو المحكمة حكمت إن العقد باطل يبقى القضية خلصت. أنا دي الدفاع الموضوعي. يبقى يتم الحكم في الدفع الموضوعي ما موضوع النزاع. حد رفع عليك قضية بتقول بيقول لك ادفع التعويض لأنك أنت اللي خبطت عربيته، وحاطط رقم عربية مش بتاعتي أصلا. فأنا بقول للقاضي، بقول له كده الرقم العربية اللي خبطه مش بتاعتي. يبقى خلاص لو القاضي شاف واتاكد ان انا مش صاحب العربيه دي، خلاص الدعوه براءه والدعوه بتنقضي ومفيش اي حاجه. يبقى الدفع الموضوعي بفصل فيه امتى؟ مع موضوع النزاع، يبقى الايه القضيه خلصت. طيب، كذلك برضو لو انا حكمت المحكمه لو قدامها دفع موضوعي ببطلان العقد، خلاص يبقى تحكم ببطلان العقد، وبالتالي مش هتحكم بالايجار. واحد رفع عليا قضيه وبيقول لي ادفع الايجار اللي عليك، فانا قلت له العقد باطل لان انا اقل من 21 سنه. فخلاص لو المحكمه شايفه ان العقد باطل، خلاص ولا في ايجار ولا في قضيه. ربنا يوفقكم، ونتكلم في فيديو بقى تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده عن الدفاع الاجرائيه. ربنا معاكم.